الكاميروني النشيد الوطني المغربي. تحية طيبة مشاهدينا الكرام. يشهد لهم بالكفاءة في إدارة مباريات كأس كرة أولى عن طريق من في لمسة يد. الحكم يأمر بمواصلة اللعب دائما وتفرض اسلوبك الهجومي ولا تنتظر كما انتظر وليد في مباراة الثمانية امام جنوب افريقيا في اللقاء الكان الماضي. وهناك الجوليادور ايوب الكعبي نعم في الانتظار يترقب. هذا هو حكيمي يرفع الكرة بالراس. مهمة جدا الكرات الثابتة مهمة جدا ومسينا جلبا الى جانب. هنا في صراع الكرة في القائمة الاول وهنا المباغتة ولكن بعد ذلك تتحول من جديد الى الكعبي يتموضع بشكل ممتاز. هذه الراسية الكعبي كان في الانتظار. الكعبي كان على أوبة الاستعداد. نتمنى اليوم كعبك يكون عالي الكعبي وحذار من المرتدات ولكن التأمين بالسرعة. برافو نايف برافو نايف. العودة ممتازة يقطع هذه الكرة رجعت. هذه معركة كروية حقيقية. هنا المباغتة المطلوبة. الزلزولي في الكنترول. الزلزولي يحاول يمر ولكن هنا يلجأ إلى المستندة مزراوي الآن. اسماعيل في الكنترول. اسماعيل هنا يدخل. اسماعيل يطلب أيوب كان في الانتظار. حكيمي طلق حكيمي وفي خطأ نعم يا حكيمي وكان يرى في الشباك يا حكيمي. يلا يا أشرف واحدة من ذكرياتك خلينا نشوفوها في الشباك يا أشرف. حكيمي يمرر الكرة. توقعت بأنك ستسدد لقار تمشي لعبد الصمد. الزلزولي يعكسها ولكن هناك ماروني. شوف الإصرار وشوف العرضية الراسية. كان في اتجاه الكعبي كانت رايحة للكعبي والكرة تغطت. إذا ستلعب هذه الركنية. أشرف حكيمي والراسية إلى الكورنر من جديد. ركنية خامسة في دياتي بركنية الآن في الصراع يتواصل على مستوى الرؤوس. هذه كرة ترفع الراسية والدفاع نعم كوتويو بعيدة. امبومو الآن غطى عليه ممتاز الزلزولي غطى على امبومو. رجعت مغربية الباس يمشي إبراهيم وسط لاعبين. إبراهيم والكرة بعد ذلك إلى رمية جانبية. أتمنى نشاهد هذه الثنائية إبراهيم وحكيمي ثنائي اللي أتصور بأنه سيكون المفتاح في مباراة اليوم. في خطأ في هذه الإعادة مرة أخرى. هنا بلال الخنوس وفناش نقول اليوم. هذه كرة من حكيمي يرفعها في القائمة الأول تتحول بعد ذلك الركنية نعم. هكا شمالو يلعب هذه الرمية الجانبية داخل منطقة الجزاء. عندنا الزيادة العددية نعم. مسينا بالراس. هذا الكاميرونية هنا يقطع اسماعيل السيباري. رجعت الكاميرون. التأمين ماجيدا يراقب أموره. أشرف برافو أشرف. برايم دياز يستحوذ على الكرة. دياز في مضايقة نعم. هنا في مضايقة لإبراهيم يلعب بسرعة. أشرف حكيمي لمن حكيمي الباس بلال في وضعية صعبة. بلال بعد ذلك وصلت إلى إسماعيل بعد ذلك المدافع يتدخل. طبعا اليوم أنا أترى إبراهيم دياز لوحة فنية جميلة. إبراهيم وفي خطأ. لاحظ الصعوبات الكبيرة التي يجدها لاعبو المنتخب الكاميروني في إيقاف اللاعب إبراهيم دياز. مرة من الأول بعد ذلك التدخل كان موجود على مش ثابتة في غاية الأهمية يا عبد الصمد. الزلزولي يرفع هذه الكرة في القائمة الثانية الراسية لكن ويفاجئك مرة أخرى أشرف حكيمي. هذه الراسية
مرة أخرى الكعبي نعم بالراس يغير المسار. إبراهيم دياز هذه في الشباك 1-0. إبراهيم يفاجئهم، إبراهيم يباغتهم. برافو شكرا يا إبراهيم على هذه البدايات. ستلعب هذه الضربة الحرة الجانبية، ننتظر التنفيذ. إذا تلعب الضربة الحرة الآن والراسية بعد ذلك. اخرج يا ياسين، اخرج يا ياسين بالراس. نايف أجرد يقطع، وصلت إلى مبومو مزراوي. لا، هذه كرة تصل إسماعيل. الكونتر اتاك، الهجمة المرتدة يمشي هنا في انسلال ممكن. الزلزولي لا يمر، الزلزولي لا يمر هنا في لازف. بوان كان حاسم. هذه كرة تصل على الجهة اليسرى. عبد الصمد الزلزولي فردية، وصلت الكرة ناحية اللاعب اسماعيل الصيبري، يعطي باس ممتازة. مزراوي يدخل، مزراوي يرتكز على اسماعيل. ماذا هناك؟ الحكم لم يعلن أي شيء. يواصل اللعب المنتخب المغربي الآن. المنتخب المغربي لعب تحت ضغط كبير جدا. طبيعي أنت البلد المنظم. وصلت بعد ذلك للزلزولي، يدخل شوت يا الزلزولي، كان قريب من الزلزولي. نعم، هنا في زلزال كان ممكن أن يحدث بهدف ثاني. شوف الإعادة، الكعبي في ارتقاءات ورايا. الكعبي يعطيك الحلول، إن لم يسجل قادر يعطيك تمريرة كما فعل المرة الأولى والمرة الثانية. بعيدا، لم تذهب بعيدا، لم تتقبل الكاميروني. هذه الكرات اللي يلعب عليها الكاميرون. العرضية لعب ليس هناك خطأ. وصلت إلى الزلزولي، أمن هذه الكرة، يلعب للمزراوي. ممتاز مزراوي. اسماعيل أسرع يا إسماعيل. طلت على الجهة بلا الخنوس العرضية، لكن وصلت بعد عملت تطور كبيرة. الزلزولي الآن ينطلق الزلزولي مرة جانبية، مرة أيوب الكعبي في اللقطة الماضية. شوف الزلزولي هنا، تناوب الأدوار بين الكعبي وتواجده في هذا المكان أمامية. الكرات العالية التي يعتمد عليها المنتخب الكاميروني. مبومو الآن في صراع مع المزراوي. مبومو ما يمرش، ما يخوفكش يا المزراوي. برافو المزراوي، يقاتل أمام مبومو. استرجع مبومو مرة أخرى مع ماسول عرضية. برافو نايل العيناوي في الرجوع، يساند الثنائي أجرد وماسين. الكرة تخرج إلى التماس. طبعا كانوا دينا إي بيمبي. بقية العناصر باسي تورو كوتو على القائمة الثانية بحثا عن مبومو. تغطية ممتازة يا بلال. كل عناصر المنتخب المغربي تعود للتغطية. الزلزولي في الكنترول. عندك اليمين إبراهيم دياز لا يمر للأمام. حكيمي أمن الكرة. برافو حكيمي، هنا خلى المجال لنايف أجرد للانطلاق بها. برافو حكيمي. نايف يلعب في وسط الميدان. هذه الأخطاء ممنوع منها. لا أريد أن أكرر كلمة حذاري، لأنه يمكن كلمة حذاري قلتها مرة واحدة في الجولة الأولى، لذلك لا أريد أن أكرر كلمة حذاري في الشوط الثاني، لأنه شخصيا أنا لا تعجبني كلمة حذاري، فيها تخوف. انطلاقة من جيدة لكن عالية وبعيد. إبراهيم الكعبي في منطقة الجزاء، محاصر من اللاعبين، مراقب اللاعبين، يفقد الكرة ويفقد توازنه، والكرة تخرج بعد ذلك إلى ضربة مرمى. نعم، ومن يخرج فعلا تالي، فالمدرب الكاميروني لم يستفيد منها. إبراهيم ماذا سيفعل؟ إبراهيم 1 على 1، لازال يحتفي بها، يراوغ، يدخل، يتحصل على ركنية. برافو، جاب ركنية. أشرف حكيمي يرفع هذه الكرة، كانت قريبة يزن الصعب. والآن في هذا الشوط الثاني تحرك كان رائع في القائمة الأول. يراوغ، يمرر، سير يا إسماعيل، امشي يا إسماعيل. هنا مراوغة إسماعيل، عرضية ولكن فيها تغطية، عادت مغربية. أشرف، عرضية غير معقول. لدى بسامي كان قريب. عيني على التمرير. أشرف حكيمي، حارس المرمى يتدخل في هذه الخروج. حارس المرمى كان في اصطدام في اللقطة الماضية. هذه الإعادة برأيكم هل كان في تدخل واضح من حارس؟ شوف اللقطة الماضية والتدخل من حارس المرمى. باس
طوفاني نعم داخل منطقة الجزاء، مرفوعا نكودو بالراس، التغطية ممتازة، امشي الزلزولي، تقدم الزلزولي، عبد الصمد مرة عبر بها الكرة لكن أقرب إليه المدافع. انطلاقة، هنا الهربة، هنا السرعة، هنا المهارة، هنا اللمسة، هنا الإمكانية يا أيوب يعطي باس، بلال إلى الركنية مع الشقيقة نور الدين، بينما مبومو لا يمر. برافو المزراوي مرابط. عادت كاميرونية من جديد. طبعا المغرب صار يقبل اللعب في مدينة نكودو، يحاول المرور، يغطي مرفوعة الكرة، ياسين، برافو ياسين. خروج كان موفق من ياسين بوني. باليبا يلعب على مشارف منطقة الجزاء، يخرج نايف، يقطعها، يرسل طويلة لمن فقط إلى المدافعين الكاميرونيين. طبعا تدافعون، نعم من حقكم ذلك، لكن أيضا في بعض الفترات لازم مسك الكرة، لا يجب ترك الكرة في معظم الأوقات للمنتخب الكاميروني. الآن تحاول، وصلت على الجهة اليمنى، مبومو في مواجهة الزلزال، مبومو يرفع، مرات سلامات مرات وطبعا عبر عن فرحته امام الكل، فرحه باننا ماسوا القلب والانتماء. يا الزلزولي هذا الثاني، ريح الكل يا الزلزولي، راسيه ممكن هذه تسديده، جول مزيانه هي بنا اسماعيل، زوينه حطها في الشباك، هدفان مقابل شيء، ما اروع تسديده يساريه قويه، هنا سحريه مليمتريه، امام دفاع وامام صلابه حاضره الان مع عوده مرابط، كذلك مرفوع الكره بالراس، ممتاز يا مسينا، ممتاز منطقه جزاء، مرت على ياسين حكيمي، امن هذه الكره، رجعت كاميرونيا، نكودو العرضيه، برافو تلعب طولو بالراس، مرابط مباراة لم تنتهي بعد، في المزيد من القتالية والصلابة وكذلك الاندفاع بحتا لما لا عن هدف ثالث. هذه الكرة بومو على اليسار، يلعب لنكودو رقم 7، نكودو، هي هذه الكرة لناجيدا، والتدخل كان في منتهى الروعة في هذه البطولة، قيمتك مهمة جدا في هكذا مرسلات طويلة إلى الأمام، الرأسية بعد ذلك تترك، خلوها، صارت إلى الزلزولي، يلا يا الزلزولي، سير يا الزلزولي، امشي يا الزلزولي، 1 على 1، زلزولي وفي خطأ، زلزولي سير هكذا المنادات من الجماهير، يا الزلزولي، يلا يا الزلزولي، في الشبكة يا الزلزولي، ومرابط بعد ذلك وصلت إلى الزلزال، أمام بالراس يتدخل سفيان رحيمي، يرجع يأمن هذه الكرة، سفيان رحيمي برا، نقلة داخل منطقة الجزاء بعيدة تماما، وصلت بعد ذلك، يضغط يوسف المسيري، حتى المهاجمون يعودون للتغطية الدفاعية، الكرة لا زالت كودو يمشي سريعا هنا البينية، مرابط يبقى قريب من نايف أجرد، ويبقى قريب كذلك من ماسي، مبومو مرفوعة داخل منطقة الجزاء، الرأسية بعد ذلك التغطية الدفاعية. نعم أنا قلت بأن الكرات العالية يتفوق اليوم بشكل كبير المنتخب المغربي، وصلت كاميرونيا، مبومو الآن مزراوي، لا يمر يا مزراوي، برافو يا مزراوي، برافو الحاج على هذه الاستماتة أمام مبومو، توصل الكرة المزراوي، المرتدة الآن، السرعة الآن، الانطلاق الآن، يخرج الحارس إبراهيم دياز، يترك أرضية الميدان، يحتسب بدل الضايع، كرة للأمام، وصلت بعد ذلك بهذه الطريقة، نعم ناحية اللاعب حمزة إيغامان، يراوغ حمزة، أول لمسة لحمزة إيغامان وفي خطأ. نعم هذه الكرة هنا إيبونغ، ضاغطين على إيبونغ، مبومو هنا ما يمرش، ما يدخلش بمبومو وسط 4 لاعبين، هنا لم يجد مبومو، يرفع هذه الكرة بالراس، تم إبعادها، برافو، الكرات العالية دائما حاضرين، وسط الضغط كاميرون في محاولة المرور، والحكم ماذا يقول؟ فيها خطأ.
إذن ياسين بونو يستعد. صافرة بيضاء ستأتي الآن. نعم، صافرة الختام رسميا المنتخب المغربي يتأهل إلى دور نصف النهائي. المشوار في رأي المحللين وكل من تابع للمباراة هي الأجمل تكتيكيا وفنيا وتنظيميا وكإصرار وكقتالية وشراسة. اليوم فعلا كنتم بحق أسود. شكرا لكم من القلب في